انا كنت فاكر ان العمره هو انك تسافر وهناك تبدا تلبس لبس احرام وتدخل الحرم تصلي على الحبيب وتبدا طوافك وتلخص المناسك وشكرا على كده. اتضح ان الموضوع اكبر من كده، وعلى قد ما هو كبير على قد ما انا مبسوط ان هشرح لكم فدي حاجات يا ريت تخلي بالك منها وهتحتاج لها لما تطلع عمره اول مره. بالمناسبه غالبا وانت بتتفرج على الفيديو ده هكون في اوائل ايام العمره، ربنا يكتبها لكل مشتاق. اللهم اتفاجئت بكم مهول من المعلومات اللي حقيقي ما كنتش هاخد بالي منها لولا نصايحكم، وكانت اولها اننا نستبدل الاحرام اللي بكباسين لاحرام فضفاض واسع هيكون احسن وهيسمح لك تتحكم فيه اكتر، وهتقفله بالشكل اللي يناسبك وان كان على قفلها فهتجيب دبابيس زي دي تبدا تستعين بيها في قفل الاحرام بتاعك وانت هناك عشان تسهلها. سترة الرجال في الاحرام غير مستحب حتى لو كان بدون مخيط، وبما اننا كنا جايبينه عشان هنستخدمه فرجعناه. وكمان الشبشب الكروكس اتضح انه ما ينفعش لانه اولا هيغطي على جزء من كعب الرجل وده من محظورات الاحرام، وكمان هيعمل عرق وشغلانه كبيره. وبالفعل استبدلناها بشبشب عملي اكتر وخامته نضيفه عشان ما تعملش روايح كريهه، مع العلم مستحب اكتر انك تكون من غيره ولكن احتياط. وكذلك حزام الوسط اتضح ان الحزام ممكن ان احنا نستبدله بشنط وكروكس حتى لو مخيط لانه مش من المحظورات، عشان كده رجعت حزام الاحرام اللي من ايام جدودنا وكانت يا دوب بتنفعهم على قد الباسبور والورق والفلوس. وكمان جبت معاها شنطه للظهر عشان اشيل فيها سجاده الصلاه، وكذلك الشبشب اجرلكم الله، وكذلك اي طوارئ هتحتاج لها وانت في الحرم اثناء او قبل او بعد العمره. وبما اني هعمل 3 عمرات بمشيئه الله لنفسي ولاخويا والام، فبالتالي مش هحتاج غير اني اعدل على دقني واخفف شنبي واسيب شعري عشان هنشيله حسب ترتيب نسك العمره هناك بمشيئه الله. وما تنساش تعمل حسابك في مسكن صداع ومسكن للبرد ومضاد حيوي وكريم للتسلخات لا مؤاخذه. وما تنساش الفيشه الثلاثيه، ولا تنسى قهوتك ولا تنسى كنكتك ولا كوبايتك السفاري ولا معلقتك وسكرك لو عايز، لكن الاهم بلاطه صغيره او سخان صغير زي ده تستخدمه في غرفتك في الاوقات المناسبه. ونصيحه مني ليك حاول تخبيه كده في المداري عشان في بعض الفنادق اللي هناك اللي بترفض استخدامك للنوعيه دي من الاجهزه هناك، والمفترض ان احنا هناك هنلاقي الكاتل اللي هنستخدمه في الميه. لكن تحصيل حاصل خد برضو كنكه اكبر شويه عشان لو حبيت تشرب شاي او دنسون او اي مشروبات ده، وده برضو توفيرا للفلوس. وبمناسبه الفلوس بمجرد ما بيصدر لك تاشيرتك وتذكرتك بتروح لاي بنك انت فاتح معاه قبلها 48 ساعه وبتبلغهم بناء على صوره تذكرتك وصوره تاشيرتك وصوره باسبورك انك محتاج مبلغ قد كده بعمله البلد اللي وبعديها ب 24 او 48 ساعه حد اقصى بتستلم زي ما نصحونا في جروب الاستاذه مي بدران مشرفه ومنسقه الرحله على صرافه اسمها مصر العالميه في روكسي، ويفضل بعد الساعه 6 مساء لحد 9 مساء. بالمناسبه ملحوظه كده على السريع، افضل حاجه انك بتطلعها مع الجروب هو انك انت بتسمع للنصايح اول باول مع ناس هم مشرفين الرحله بتاعتك، يعني مسؤولين عن كل كلمه بيقولوها، زي ما حصل مع موضوع مصر العالميه للصراف لما نصحونا بيهم في قلب الجروب. كمان ما تنساش الشواحن بتاعتك والمشتركات والباور بانك، ودول اهم حاجه كده كده بتاخدهم معاك حتى لو طالع الفيوم، وحسب ايام اقامتك هتاخد احتياجاتك، وكل ما كنت مقتصد وملخص كل ما وفرت وسهلتها واعمل حسابك طالع في صيف ولا شتاء ولا بين البنين زي حالاتي هتاخد هدوم بكم لكن مش تقيل، هتسافر الجو حلو هترجع الجو برد وهكذا. وبالمناسبه انا زي ما بدات الفيديو بكلامي ان كنت متخيل الاحرام من هناك، لكن اتضح ان في حاجه اسمها الميقات وانا حرفيا ما كنتش اعرف عنها اي وباختصار شيء. الميقات ده تقدر تسميه هو نقطه احرام حسب الجهه اللي انت جاي منها، يعني جاي من الشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب. فعشان كده الاحرام بما اننا في مصر هنبداه من بلدنا، وبناء على نصيحه مشرفين الرحله فاحنا هنروح المطار بلبس عادي وخفيف، والاحرام هيكون في شنطه نخلص اجراءاتنا وقبل ما نركب الطياره نغير هدومنا ونلبس لبس الاحرام ونبدا عقد نيه العمره بمشيئه وعشان الله. واحنا في الطريق بما اننا هنبدا من مكه هتلاقي قبل ما نوصل مطار جده الطيار بيبلغك في الطياره اننا قدامنا مده قد كده على وصلنا للميقات وهي نقطه الاحرام، عشان ينبهنا اللي لسه ما لبسش لبس الاحرام يقدر يغير في الطياره. لكن تفاديا للزحمه عملناها احنا في المطار بناء على نصيحه الاستاذه مي عشان بنوصل مكه بعدها بنخرج من المطار بعد ما نخلص كل الاجراءات، بناخد الباص اللي الشركه مظبطها لنا يروح بينا على الاوتيل، تستلم الغرف وتنزل مباشره باحرامك زي ما انت، ناخد الباص تاني من منطقه محبس الجن المنطقه اللي الفندق بتاعي فيها لحد الحرم باذن الله عشان نبدا اول عمره، واللي هعملها في فيديو لوحده بمشيئه الله. وعشان كل اللي فات يتسهل عليك فتاكد قبل ما تروح المطار من ورقك وباسبورك وفلوسك واحرامك وكل احتياجاتك عشان ما تاخرش الجروب ولا تعطل نفسك ولا تقابل مواقف يفسد عليك احرامك. واخد لي بالك انت، لان من مصر لحد مكان الميقات بتاعك انت ممكن تعيد الاحرام مره ثانيه وتعقد النيه مره ثانيه، لكن لو عديت الميقات وفسدت احرامك فما قدامكش اي حل تاني غير الكفاره بتاعتها، وكفارتها الدم هو ان احنا نذبح شاة، ودي نصيحه على الماشي. الاهم حمل تطبيق نسك وخليه معاك وسجل فيه بدون ما تعمل اي حجوزات لاي مكان
المكان وتابع مع مشرف المجموعه، عشان الشركه هناك هي اللي بتخلص لك كل حجوزاتك هناك من خلال تطبيق نسك بمعرفتهم حسب ترتيب مواعيدهم. وده بخلاف لو انت طالع لوحدك وبنفسك، هتتعامل على التطبيق والارشادات عليه سهله مش محتاجه شرح. لانه مثلا حجز الروضه الشريفه في المدينه بيتم من خلال التطبيق، واللي مش هينفع تدخل الروضه الا لو انت حاجز. طبعا حاجات كتير كانت هتبقى اسهل من كده لو كنت عملت عمره ترانزيت ال4 ايام، وبالفعل كنت هعملها، لكن ليها قصه هبقى اشرحها لكم في الجزء الجاي بعد ما نكون انتهينا من اول عمره ليا وبدات العمره الثانيه لروح اخويا والثالثه لروح امي الله يرحمهم. وسواء من مصر او من السعوديه مش عايز اطول عليكم اكتر من كده في الجزء ده عشان ما تملوش، وهتابعكم اول باول بكل جديد في الجزء الثالث. فما تنسوش تدعوا لاخويا والام والامواتنا بالرحمه وتصلوا على الحبيب. واللهم تقبل عمرتنا ويصالح اعمالنا ويرزق كل مشتاق عن قريب. اللهم امين. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أول أذان أسمعه بيت الله. اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وعلى طاعتك أعنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم ارزق كل مشتاق يا رب العالمين. اللهم ارزق كل مشتاق يا رب العالمين. اللهم ارزق كل مشتاق يا رب العالمين. الله أكبر. بسم الله والله أكبر.